حنا دابا في حي الاحباس في درب سلطان، القلب النابض ديال مدينه الدار البيضاء، اللي في كل زنقه هنايا عندها قصه وحكايه. وحكايتنا اليوم غادي تكون على واحد الصرح تراثي عظيم اللي كيشكل من ارقى الفنون الانسانيه اللي كاينه في المغرب. واسوار هذا الحصن هي جمعيه هواة الموسيقى الاندلسيه في المغرب، اللي هي نخبه من الشباب واساتذه اللي الهدف ديالهم هو الحفاظ على الموروث المغربي للموسيقى الاندلسيه. ومرحبا بكم في دار الاعلى. وهاد المرة جينا ضيوف المتحف دار الآلة، وانت داخل لهذا المكان في كل حيط تجر منه خيط، ومع كل آلة تنضم منها صنعة، وكل وتر فيه تاريخ مسطر كتسافر بك الحواس في رحلة عبر الزمان. آلات موسيقية شاهدة على أمجاد التراث توارثتها الأجيال، ومخطوطات نادرة تجاوز العمر ديالها 3 ديال القرون، كتخبي بين طياتها أسرار الصنعة وقصيدة الطرب الأصيل، وكذلك إرث بصري ومكتوب بإصدارات ولوحات فنية كتخلد ذكرى الرواد المؤسسين واعلام الحركه الوطنيه المغربيه اللي اتخذوا من الفن رساله ومن الموسيقى هويه. لكن القيمه الحقيقيه ديال دار الاله ما كتقتصرش غير على جدرانها ومعروضاتها، بل كتجلى في الروح الانسانيه النابضه بين الاروقه ديالها. بزوايا هذا المتحف العريق كان لينا شرف لقاء ومجالسه نبض هذه الجمعيه وروحها المتجدده، ثله من الشباب الولوع، من عازفين موهوبين ومنشدين كتصدح حناجر ديالهم في صفوف الكورال، الى جانب منخرطين واساتذه بتنوع المهن ديالهم، اطباء ومهندسين وطلبه، ثابت فوارقهم وتوحدت ارواحهم تحت لواء شغف واحد، الغيره والحفاظ على الموروث الموسيقي المغربي الاصيل. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيقول سيدي أبو مدين الغوث: تحيا بكم كل أرض تنزلون بها كأنكم في بقاع الأرض أمطار. حنا كنقولوا لهذا البرنامج ديال تمغربيت: ستحيا بكم هذه الأرض اللي نزلتوا فيها كأنكم مطر، ويظهر لنا هذه الأرض، ويجيو الناس ويجيو الشباب ويشوفوا المعالم ديال تمغربيت في الموسيقى المغربية. اليوم الموضوع ديالنا اللي كنتكلموا عليه هو الهوية الموسيقية المغربية، وكنشكركم أنكم اختاريتوا جمعية هواة الموسيقى الأندلسية وجيتوا زرتوا المقر ديالها والمتحف ديالها اللي هو دار الآلة، باعتبارها مؤسسة كتحافظ على الهوية الموسيقية المغربية. موعد السوسي، عضو مكتب تنفيذي لجمعية هواة الموسيقى الأندلسية. هذه المؤسسة تأسست سنة 1958، أسسها الحاج دريس بن جلون التويمي برفقة واحد المجموعة من الوطنيين المغاربة اللي أسماء ديالهم بارزة في التاريخ الوطني المغربي. نذكروا على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر على الفاسي رحمه الله، سيدي بوبكر القادري رحمه الله، لاله ملكه الفاسي المرأة الوحيدة الموقعة على وثيقة المطالبة بالاستقلال، سي جوريو، كذلك كبار اعلام الموسيقى الاندلسية في القرن العشرين: حاج عبد الكريم الرئيس، محمد العميد التمسماني، مولاي احمد الوكيلي. هذه الاسماء هي اسماء ضاربة في تاريخ الوطنية المغربية. والتأسيس ديال هذه الجمعية كان لغاية هي أننا نحافظوا على الهوية المغربية عبر الموسيقى الأندلسية كنموذج، باعتبارها موسيقى فيها المعالم ديال باقي الأنماط الموسيقية كاملة. ما غاديش نقولوا بأن الأنماط الموسيقية الأخرى خدات من الآلة كذلك استمدت من أنماط أخرين، ولكن اليوم كنموذج الموسيقى الأندلسية المغربية يمكننا نقولوا بأنها إلا بغينا نتعرفوا على الهوية الموسيقية ديالنا المغاربة نجيو للموسيقى الأندلسية وغنلقاو شوية من هنا وشوية من هنا وشوية من هنا وشوية من هنا. فهذه الجمعية عملات على النشر ديال هذه الثقافة ديال الموسيقى الأندلسية المغربية، اللي كان محمد الفاسي اللي هو من مؤسسين الجمعية مفكر وكان وزير الثقافة، كان يقول الله يخليكم عيطوا لها الآلة وماشي الموسيقى الأندلسية، لأن الكثير يظن بأن هذه الموسيقى جاتنا من الأندلس بعد طرد الموريسكيين، في حين أن الأندلس ماشي رقعة جغرافية منعزلة على المغرب.
الأندلس هو مفهوم ثقافي كان يعاش بالمغرب وبشبه الجزيرة الإيبيرية، لأن عندنا العدوتين، العدوة ديال المغرب والعدوة ديال شبه الجزيرة المغربية الإيبيرية عفوا، كانت كلها رقعة واحدة اللي كاين في هذه العدوة من ثقافة ومن عادات ومن تقاليد ومن ممارسات ومن موسيقى ومن كاين في العدوة الأخرى. وعندنا دي روجيستر خلقتهم ديال الموسيقى الأندلسية اللي الطبوع ديالهم والمواد الأولية ديالهم استخرجت في المغرب، نذكر طبع الاستيري إلى آخره. قامت الجمعية بتسجيل الموسيقى الأنطولوجيا الأولى للموسيقى الأندلسية مع اليونسكو، وهذا التسجيل ما تمش وما خرجش للوجود. وفي أول أنطولوجيا ديال وزارة الثقافة للحفاظ على هذه المادة، كانت الجمعية رئيس الجمعية آنذاك الحاج العبيد بن مليح هو المشرف على تسجيل الأنطولوجيا. واليوم الجمعية خرجت بأنطولوجيا جديدة سنة 2023 فيها 132 ساعة من الموسيقى الأندلسية مصحوبة بالأشعار مكتوبة باللغة العربية بالحروف اللاتينية باش حتى الناس اللي ما تيقراوش العربية يقدروا يقراوها، النوطة باش العازفين يقدروا يعزفوا يقراو النوطة ويعزفوها. هادشي كلشي لغرض تعريف الناس بهذه الهوية الموسيقية المغربية. الجمعية كانت قد نظمت في 69 مؤتمر الثاني للموسيقى العربية من بعد المؤتمر الأول اللي كان في سنة 1932، واللي خرجوا به في نتيجة في 1930 أن الطبوع الموسيقية هي نفسها المقامات الشرقية. وهذا كانت مسألة ضاربة في وطنية المغرب وفي وطنية هاد المكونات ديال الهوية المغربية والهوية الموسيقية المغربية. جاءت الجمعية في سنة 1962 ونظمت المؤتمر الثاني للموسيقى العربية بفاس، ومن نتائج هذا المؤتمر أنهم فندوا النظرية الأولى أن الطبوع الموسيقية المغربية هي نفسها المقامات الشرقية. هذا دفاع على الهوية الموسيقية المغربية. الهوية الموسيقية المغربية مستقلة تماما على القواعد التي تسير بها الموسيقى الشرقية. وحنا كنشوفوا بأن هذه الهوية كنلمسوها في العيطة، في أحواش، في قناوة، السماء والمديح، في عيساوة، في الملحون. هذه العناصر كاملة ديال الثقافة الموسيقية المغربية اللي ذكرت فيها أشياء من الموسيقى الأندلسية، والموسيقى الأندلسية فيها أشياء ومكونات من هذه الفنون. يمكن أن نعتبر بأن الموسيقى الأندلسية مدخل للتعرف على الفنون الأخرى، ويمكن أن نعتبر الفنون الأخرى مدخل أيضا للتعرف على الموسيقى الأندلسية. غير خاصنا نعرفوا نديروا لو ليان اونتر هاد لي زيليمون. كاين حنا اليوم في 2026 كنتواجدوا في هذا الفضاء اللي فيه متحف وفضاء العروض والسهرات وكذلك دروس اللي كيتعلموا فيهم الشباب الغناء والعزف الى اخره. مكونات كنتكلموا على الطبوع، الايقاعات، شنو هما الالات، شنو هو، واش كاين انشاد ولا موال ولا الموشح ولا الزجل ولا هذه المسائل كامله غادي تشوفوها مع الشباب واعضاء الشباب ديال جمعيه هواة الموسيقى الاندلسيه المغرب. غيث بومهدي عضوة في جمعية هواة الموسيقى الأندلسية بالمغرب وكذلك مولوعة بهذا الفن، وغادي نعطيو الموسيقى الأندلسية كنموذج لفن يشمل العديد من العناصر اللي كتدلنا على الهوية الموسيقية المغربية. من بين هذه العناصر كنلقاو الكلمات والأشعار ديال الموسيقى الأندلسية. خاصنا نعرفوا بأن أشعار الموسيقى الأندلسية هي أشعار اللي ممزوجة بين اللغة العربية الفصحى، بين الموشحات وبين البراويل. هاد الاشعار كنلقاو العديد منها كيتستعمل في الموسيقى الاندلسيه، طبعا كيتستعمل في المتن ديال السماع الصوفي. كنذكروا منها الاشعار ديال الامام الحراق، الششتوري، بن الفارض، وكذلك عندنا اشعار منها اللي كتستعمل في القصائد العيساويه. على سبيل المثال غنهضروا على القصيده ديال الدرقاويه اللي كنلقاو فيها بزاف ديال الوصلات اللي كيكون فيهم هاد لي باساج اللي كيذكروا فيهم اشعار ديال الموسيقى الاندلسيه. كمثال واحد الغزيال: مرحبا أهلا وسهلا بالحبيب، يا أهل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله. وكذلك
عندنا جزء كبير من الموسيقى الأندلسية اللي كنلقاوه في الأدراج وفي الميازين القدام اللي هي البراويل. هاد البراويل هي في الأصل ديالها ملحون. هاد الشيء إلا كان كيدل على شيء فإنه يدل على أن الموسيقى الأندلسية كتشمل الجميع، نقولوا المكونات اللي موجودة في الهوية الموسيقى الأندلسية. والرسالة ديالنا من هاد الكلمة هي أن الموسيقى الأندلسية هي شاملة لكل ما تحتاجه ولا كل العناصر ديال الهوية المغربية. السلام عليكم، معكم ياسمين دريدبا، عضوة في جمعية هواة الموسيقى الأندلسية هذه 3 سنوات على التوالي. دونك في إطار حديثنا على الهوية الموسيقية المغربية اللي إلا بغينا نبسطوها بواحد اللغة العامية اللي هي فاش كنسمعوا واحد الموسيقى وكنسمعوا واحد اللحن كنقولوا هذا اللحن هذا مغربي. هذا اللحن المغربي قائم على عنصر وحيد اللي هو الطبع. الطبع كنلقاوه في مجموعة من الأنماط الموسيقية، كنلقاوه في العيطة، كنلقاوه في الملحون، كنلقاوه في حماتشة، كنلقاوه في السمع. الطبوع المغربية حاضرة في جميع أنواع التراث الموسيقي المغربي، ولكن كتجمع كاملة في الموسيقى الأندلسية المغربية. في الآلة مثلا كنلقاو 4 ديال الطبوع أساسية اللي هي الرمل، المايا، الذيل والمزموم، اللي عندها كلها واحد الفروع ديالها اللي منها كتفرع بمجموعه من الطبوع الاخرى. وعندنا الغريبه المحرره اللي هو واحد الطبع الخامس اللي ما عندوش الفرع. دونك هذا هو العنصر الاول ديال من ركائز الهويه الموسيقيه المغربيه. العنصر الثاني هو الايقاع. فاش كنسمعوا واحد الايقاع ما كنعرفوا اوتوماتيكمون باننا راه حنا كنسمعوا واحد الموسيقى اللي هي مغربيه. وهاد الايقاعات ايغالمون كاينين في الاله مجموعين كاملين اللي عندنا كنسميوهم الميازن. وعندنا 5 ديال الميازن، كاين البسيط، كاين القائمه نصف، كاين البطيحي، كاين الدرج وكاين القدام. وفي العزف ديال هاد الايقاعات هادو كيتعزفوا بواحد الوتيره اللي كتكون ثقيله في الاول اللي كنسميوها التصديره ولا المسطر. من بعد كتولي لا كادونس ولا الايقاع كيبقى غادي وكيتجرب اللي كيكون هو القنطره. وفي التالي كيكون عندنا الانصراف اللي تيكون هو مزروب، الايقاع تيكون مزروب شويه، تيكون ناشط اكثر. في الاله مثلا الاغلبيه ديال الصنايع اللي معروفين واللي كيتغنوا بهم الناس اكثريه هما الانصرافات، شمس العشيه، يا من مالكني عبده الى اخره. هذه كانت 24 نوبه ياك. علاش كانت 24 نوبه؟ حيت كانت كل نوبه النوبات كانوا كيتغناو على مدار ساعه. كاين 24 ساعه في النهار، كل ساعه كيكون واحد الفوج، واحد لو جروب كيغني واحد النوبه ما. في الانماط الموسيقيه الاخرى باش ما نقولش في كل الانماط الموسيقيه من غير الانماط الموسيقيه المغربيه اللي عندها واحد التسميات خاصه بها، كو في الاله ولا كو في الملحون، كو في الموسيقى الشعبيه. كنتكلموا على الاغنيه. هاد الطبوع وهاد الايقاعات اللي سميناها الميازن في الموسيقى الاندلسيه المغربيه او بالخصوص الاله كنسميوها النوبه. النوبه الى جينا حتى هي نبسطوها ونبسطو الشرح ديالها حاليا هي المعروفه بالاغنيه، ولكن في الموسيقى الاندلسيه ديالنا تنسميوها النوبه. دونك النوبه كتكون من الطبوع اللي تكلمنا عليهم من قبل، وكتكون من الميازن اوسي ومن الشعر. الشعر اللي كنسميوه صنعه مكونه من 5 ديال الابيات، فيهم صدر عجوز وفيهم واحد الكرسي ولا واحد التغطيه اللي كتغنى غالبا في البيت الرابع. السلام عليكم، معك زين الدين شاهد. هاد الجمعيه يعني كمدرسه اللي كنتعلموا فيها، كاينين فيها اساتذه كيعرفونا هذا الفن وكيحببونا فيه. يعني انا بحال كانوا بدا عليا انا في الاول الطرب الغرناطي كان عندي شويه ما عنديش معه، لكن من التقيت مع استاذ سيدي وديع حببني فيه، يعني خلاني عليه
كنتصنت ليه بزاف. فالمديح السماع هو تراث موسيقي اصيل اللي كتغنى فيه الاشعار وكذلك المديح كموسيقى روحيه. المكان ديالو اللي هو الزاويه كيسموه الشيخ، يعني مثابه الاستاذ، يعني مثابه الاب اللي كيعطي هذيك المعنى في طريقه الالقاء كما كيلقيو في القصائد ولا في الانغام كيحطوا المعنى. كانوا بدا يعني في القصائد ديال مديح السامع اللي هو قصيدة البردة وقصيدة الهمزية، يعني هذه كتكون لك كبداية في المديح السامع، خاصة تحفظ وكذلك بالإنشادات ديالها. وفي المديح السامع يعني تربية وأخلاق ناحية انضباط والطبوع في أي مكان كنلقاهم، لا في الفن العيساوي لا في الفن يعني طرب الملحون كذلك الغرناطي، كيرجعوا الأصل اللي هما الطبوع. محمد بن جلون، مهندس معماري. كيفاش تولعت بالموسيقى الأندلسية؟ كنت كنجي مع الوالدة ديالي مرة لهاد الجمعية، ومن بعد رحبوا بيا ونبداو ورشات ديال التعليم ديال الحفظ ديال الموسيقى الأندلسية. وانا كنت ديجا كنلعب دي زانسترومون بحال الجيتار والبيانو، وكنت كنلعب واحد النمط غربي. بديت كنجرب الآلات الإيقاع، بديت آلة العود. آلة الإيقاع كاين الطر وكاين الدربوكة، فكانوا مؤطرين اللي بداو كيعلمونا المبادئ ديال الآلات، وكان داكشي زوين حيت كتحس براسك انت يمكن لك تبدا تلعب هاد الموسيقى اللي في الاول كتبان شويه كيعرفوا لها غير واحد الفئه د الناس قليله، واحد النخبه اللي كتشوف راسك انت كتبدا تقدر تلعبها، كتولي تحس بواحد لا ساتيسفاكسيون. زعمت على آلة العود اللي هي كيقدر يقول لك شي ناس زعما راه صعيبه مقارنه بالجيتار سهل. كيخصك غير تولي تحفظ الانغام ديال الموسيقى الاندلسيه باش تقدر تبدا تعزفهم. بغيت نكتشف آلة الفيولون اللي كانت بالنسبه لي شي حاجه اللي غريبه، كيفاش كتقدر تعزف بالقوس وماشي بالريشه. كان فيها تحدي كبر، وكان جاتني مع الفتره ديال الكوفيد بشكل عصامي نبقى كنتعلم. دابا الاله اللي باغي نتعلم وهي نقدروا نسميوها الاله المركزيه ديال الجوق الاله، هو الرباب. واحد الاله اللي عريقه شكلا وصوتا، يعني اله اللي كتحس بها فيها الروح ديال الموسيقى الاله. حيت الفيولون هي واحد الاله اللي دخلت حتى للقرن التاسع عشر في الموسيقى الأندلسية المغربية. قبل كان كيتلعب غير الرباب والعود والطر، حتى الدربوكة ما كانش، حتى هي دخلت حتى القرن التاسع عشر. كيبقاو الآلات الأصلية شي حاجة اللي مهمة في المسار التعلم وفي التعرف ديال هذه الموسيقى. الموسيقى الآلة يمكن لك تلعب لو نومبر دانسترومون بوسيبل. يمكن لك تلعبها بان سول انسترومون، يمكن لك تلعبها ببليزيور انسترومون، غير هو كاين واحد الطريقه باش كتلعب الموسيقى الاندلسيه بشكل معروف. السلام عليكم. اسم ديالي عابر بقدير، السن ديالي 20 سنه. جو في بارتي من جمعيه هواه الموسيقى الاندلسيه 9 سنين دابا. كنت ولعت، كانوا كيعجبوني نشوف الاجواء ديال الموسيقى الاندلسيه، والاب ديالي اقترح عليا الالتحاق بجمعيه هواه الموسيقى الاندلسيه بما انه حتى هو في لو دومين ديال الفن. ومن ديك الوقيته وانا كنتولع بالاله الموسيقيه، الاله الاندلسيه. في الاول بديت بالاهتمام بالموسيقى الاندلسيه، الاشعار ديالها، لي تيم ديالها وكل شيء. ومؤخرا بديت عزف على آلة العود، اللي هي بالنسبه لي واحد الاله اللي مختلفه بزاف على الالات الاخرين. اهتميت بها علاش؟ حيت الصوت ديالها عجبني، والدور ديالها في الموسيقى الاندلسيه فريد، بما انها كانت من الالات الرئيسيه هي والرباب والطر الى حد القرن التاسع عشر.
بحيث ان تم ادخال آلة الكمان وآلة الدربوكة في الايقاع. في الموسيقى الاندلسيه في البدايه ديالها كان عود الرمل اللي هو مختلف على العود الشرقي ديال دابا اللي كتخدم به الموسيقى الاندلسيه. عود الرمل هو عود اندلسي مغربي مختص في الموسيقى الاندلسيه وفيه غير 4 ديال لي كورد. الى حد القرن نهايه القرن التاسع عشر وبدايه القرن العشرين تم استبداله بالعود الشرقي، وهذا هو الفرق اللي بيناتهم. ودابا كما كتشوفوا حنا كنستعملوا العود الشرقي اللي كتشوفوا في جميع لي بريستاسيون ديالنا. ومع ذلك ما خصناش نساو عود الرمل اللي هو الهويه ديالنا واللي هو الاصل ديالنا، وتا هو عنده واحد لا بلاص اونيك في الموسيقى الاندلسيه. عود الرمل قليل اللي كتلقى كيصف به فريمون قليل، وحتى الصناع ديالو قلال. كيفاش كنواجه بين الموسيقى الاندلسيه والدراسات ديالي؟ بما ان كنقرا الطب وهادشي كتطلب مني شويه ديال المجهودات اكثر، ولكن الولاء ديالنا والحب ديالنا للموسيقى الاندلسيه ديالنا المغربيه كيخليك تقوم ببعض التضحيات اللي ما كيبانوش ليك، زعما كيبانوا لك انهم والو. وصراحه الموسيقى الاندلسيه كتعاوني بزاف انني هي كتعاوني في الدراسه ديالي. اون فيت نعتبرها بحال واحد المصدر الالهام بالنسبه لي، ولات طرف من حياتي، ولات عندها واحد المكانه خاصه بزاف في حياتي اللي ما نقدرش نستغنى عليها. واخا الدراسات ديالي كتاخذ ليا وقت، ولكن حتى الموسيقى الاندلسيه عندها المكانه ديالها بوحدها. هاد لا جينيراسيون ما تلقاهمش يعطيو الترويزيام طون ديالهم للموسيقى الاندلسيه، باسكو بوغ ما عرفتش ولكن الجيل ديالنا دابا يلي با تري انتريسي بار الموسيقى الاندلسيه، الوغ كو فريمون هما ما عارفينش مزيان، ما عارفينش المكان ديالها. خص يكون عندها ديال بصح. سي بوما سي خاص اعاده النظر في الشباب كيعطيو وقت للموسيقى اللي هي ماشي ديالهم، واللي زعما اللي خاصهم يركزوا اكثر على الموسيقى ديال البلاد ديالهم وديال التراث ديالهم وديال الماضي ديالهم. بزاف ديال الناس كيتسائلوا على الاختلاف اللي كاين بين الآلة وبين الغرناطي. خصنا نعرفوا بانهم بجوجهم كيشكلوا نوع من انواع الموسيقى الاندلسيه، والغرناطي هو واحد التراث اللي عندنا مشترك بيننا حنا المغاربه واخواننا في الجزائر. الغرناطي والآلة كيتشابهوا في مجموعه من الامور، مثلا طريقه الاداء الجماعي. الآلات اللي كنلقاو هنا في الآلة وكنلقاوهم في الغرناطي نقدروا نلقاو واحد الآلات مستعمله تماك بكثره بحال الموندولين اللي ما كتستعملش هنايا زعما بزاف. والاشعار كذلك، كاين مجموعه من الاشعار اللي كنلقاوهم في الآلة وفي الغرناطي، يعني بجوجهم كيشكلوا واحد التراث اندلسي اللي كنعتزوا به حنايا كمغاربه. الحب ديالي للموسيقى الاندلسيه والآلة خصوصا بدا من عند الام ديالي اللي كانت كتغني هذا الفن هذا، وكانت كتدندن دائما بصنعات جميله جدا اللي حفظتهم على تسجيلات ديال اساتذه كبار بحال الهرم محمد بجدوب، سيسويري ومجموعه من الفنانين الكبار. وفاش شافني بانه عندي هاد الهوايه هذه وكنحاول انني نحفظ عليها، كانت كتحفظني. كان عندنا واحد الكتيب فيه مجموعه من الصناعات، من الانصرافات اللي كيكونوا محفوظين عند الجميع، بحال من حبي في خير الورى، يا من ملكني عبدا، يعني دوك الايقاعات الخفاف اللي تيكونوا محفوظين على كل شيء سبقنا واننا تكلمنا عليهم. سي كوم سا بديت كنحفظ الآلة وانا صغيره، ومن بعد اكتشفت الملحون، بديت كنحفظ قصايد ديال الملحون، وكيبقى الملحون والآلة. ومن بعد السماع بدا الحب ديالي للسماع، يعني المهم شويه بشويه كتبدا كتزيد كتسمع، كتزيد كتشبع بالطبوع المغربيه اللي كنلقاو في الموسيقى الاندلسيه، وكتحاول ما امكن انك تقلب عليهم هنا، تقلب عليهم في الموسيقى الشعبيه الشماليه. يعني بحال هكذا الانسان ديك لا ديفيرسيتي هي اللي كتخلي الانسان انه يتعلم اكثر ويكون عنده بلوس دو باغاج من الموسيقى التراثيه ديالنا.
تراثنا تراثيه، موسيقى متنوعه وموسيقى جميله. ومن الواجب ديالنا حنا كشباب اللي كل واحد فينا كيحب واحد النمط معين. كاين اللي كيحب الشعبي، كاين اللي كيحب الشعبي الشمالي، كاين اللي كيحب الاله، كاين اللي كيحب الملحون. يعني تراثنا متنوع. من الواجب ديالنا حنا كشباب نحاولوا نفهموا واخا غير لو مينيموم ديال المكونات والمقومات ديال هذاك التراث اللي حنا كنميلوا ليه. الحمد لله حنا في دار الآلة كنحاولوا ما امكن اننا نفهموا اكثر، يعني ولو بمصطلحات بسيطه شنو اللي التاريخ ديال هذا الفن هذا، شنو المكونات ديالو، شنو هما الخصائص ديالو، نفهموا الكلام، نفهموا الشعر اللي حنا كنغنيو. هكذا on est plus conscient de la valeur de notre patrimoine. معكم أمين الهاشمي، عضو في كورال دار الآلة لجمعية هواة الموسيقى الأندلسية بالمغرب، بريزيدون دو لا كورال إن سي جي كازابلانكا اي ان كرياتور ارتستيك اللي كيحمل على العاتق ديالو أنه نفهموا تراثنا ونعيشوا موسيقتنا بحكايتها بأصلها بتاريخها، لأنه حنا ولله الحمد خصنا نشكروا تواجدنا وازديادنا. كأنا فخور لأنه أنا مغربي، ولذلك رسالتي لكل مغربي على أنه يحافظ على تراثه وبطريقته، ماشي بطريقة أمين، ماشي بطريقة سي محمد، طريقتي أنا اللي نتمنى ونبغي نشاركها معكم، ألا وهي كنبحث خلف كل مقطوعة موسيقية في الأندلسي، طابع، صنعة، قصيدة في الملحون، في العيطة، في عيساوة، كنبحث على قصتها وأصلها وفصلها وحكايتها منين جات. وكنحثكم جميع لأنكم تمشيو وتبحثوا على أصل صنعة في الموسيقى الأندلسية اللي كنغنيوها جميع، نصيرة في جميل اللي كنقولوا فيه أشمس العشية أمهل لا تغب بالله رفقا، هيا اجتمع بيا حتى زدتني في القلب شوقا، ترفق علي إني بالمالح قد زدت عشقا. Merci. نقول لكم كاين مرحبا بكم دار الآلة، وجربوا تجيو تسمعوا الموسيقى الأندلسية. راه فريمون راه واحد الموسيقى غتغديكم غادي تخليكم تعيشوا في عالم آخر. ومرحبا بكم دار الآلة. كنشكرك بزاف صديقي وخويا سي محمد على هاد المبادره وعلى هاد الباب اللي فتحتي لنا باش اننا نقدروا نتحدثوا على الحب ديالنا وعلى الشغف ديالنا لتراثنا الموسيقي وعلى الهويه الموسيقيه المغربيه. وتبارك الله عليك، وتبارك الله على هذا المجهود الكبير اللي كتقوم به في سلسله مغربيات. من خلال عدسات كاميرتنا وفي حوارات مطولة وشيقة فتحوا لينا هاد العشاق قلوبهم باش يرويو لينا حكاياتهم مع الموسيقى الأندلسية. غصنا معاهم أعماق تاريخ هاد الفن والحيثيات ديالو، وتلمسنا عن قرب مدى الوعي والتعلق ديال هاد الشباب لضمان استمرارية هاد الإرث باش يكونوا خير خالف الخير سالف. هاد الجولة التراثية ماشي مجرد رصد المكان التاريخي، بل هو رحلة بصرية ووجدانية نوثق منها جهود جيل خدع على العاتق ديالو صون ذاكرة الأمة باش ما يخفتش بريق هاد الفن. دار الآلة ماشي مجرد جدران كتحفظ التراث، بل هي قلب المغرب النابض بأصالته. هي المكان اللي كتصافح فيه أرواح الأجداد مع طموحات الأحفاد على مائدة نغم واحد. زيارة هذا المتحف العجيب هي بمثابة ارتواء روحي ماء الألحان، وتأكيد على أن الأمة اللي تحفظ الذاكرة ديالها وتحمي تراثها هي أمة عصية على النسيان، كتعزف لحن خلودها ثقة واعتزاز نحو المستقبل. وأكيد كيف ما تعودنا غادي نبقاو ديما متبعين أي أثر كيحكي على روح تمغربي في سلسلتنا، ناخذوه من أصله ونقدموه لكم في حكاية، ونتلاقاو في قصة جديدة مع بصمة جديدة في سلسلة تمغربيت أصله حكاية.